اجي هنا بقى شيفت رايت كليك عشان انقل ال 3 دي كيرسر هنا، شيفت ايه وادي المره دي يو في سفير، واليو في سفير اس زد هعمل لها سكيل على الزد، جي زد هرفعها لفوق شويه واخش على الايزوليشن مود، ومن الليفت رايت كليك شيد اوتو سموث واخش على الايديت مود وامسك كل الفيسز دي وادلتها. انا مش محتاج الفيسز دي، انا محتاج الجزء اللي فاضل ده بس. واجي هنا اعمل لها روتيشن على الواي واتاكد ان الاوريجن بوينت في النص، واخش على الموديفاير اد سوليديفاي موديفاير، ازود الثيكنس بتاعه اخليه ايفن ثيكنس، يبقى عندي بالمنظر ده كده. ابلاي الموديفاير كنترول ايه ابلاي الموديفاير، واجي هنا ابتدي بقى اظبط المكان بتاعه، اظبط الروتيشن بتاعه، اعمل له روتيشن على الواي، ممكن اعمل له روتيشن على الزد كمان، واحركه شويه كده عشان يديني الشكل المظبوط للطبق بتاعنا. اخر حاجه هنعملها ان احنا نعمل الكوره او الانتنه اللي في النص. هنخش على الايديت مود ونمسك الايدج ده ونعمل له شيفت دي بي عشان نفصله خالص، ونخش عليه وعلى الايزوليشن مود. على الايديت مود هنمسك الايدجز دي اف عشان نبني الفيسز، ونيجي نمسك الفيسز دي ونعمل لها انست صغير كده، ونمسك الايدجز اللي بره ونعمل لها اكسترود لورا كده شويه، نمسك الفيسز اللي في النص نعمل لها انست لجوه كمان، اكسترود لبره، نعمل لها سكيل انست، ممكن نعمل انست كمان، وممكن نعمل لها اكسترود لجوه كده شويه ونعمل لها سكيل انست اكتر شويه، وبعد كده نعمل لها اكسترود لبره شويه ونعمل لها سكيل عشان تدينا الحته المدببه دي، انست شويه كمان. يعني بنعمل شويه تشكيلات كده تدينا الشكل العام للانتنه اللي احنا نعرفها. ممكن بعد كده نمسك الايدجز بقى كده ايدج نبتدي نشتغل عليه، نعمل عليه بيفل او نعمل عليه تشامفر، يعني ندي شكل كده نهائي للانتنه اللي احنا عملناها. بعد كده هنخرج بره الايزوليشن مود ونمسك الاوبجكت الجديد اللي احنا عملناه الانتنه، شيفت كليك الطبق ونعمل كنترول بي كيب ترانسفورميشن عشان نعمل بيرنت، فبحيث ان انا لما احرك الطبق يتحرك معاه الانتنه بتاعته. كده يبقى احنا خلصنا الموديل كله على بعض. خدنا وقت طويل عشان نشتغل، بس اعتقد ان النتيجه ممكن تكون مرضيه لينا جميعا.